فتاة ماتت، وكلما دخلت عليها امرأة تريد تغسيلها تخرج هاربة من هول ما يوجد داخل المغسلة. الكل رفضوا تغسيلها إلا مغسلة واحدة وافقت على تغسيلها. جاءت المغسلة ودخلت إلى مكان الفتاة الميتة، فوجدت رائحة من أكفس الروائح الموجودة على الأرض، فوضت أمرها لله وغطت أنفها وفمها لكي تتحمل الرائحة، وراحت تغسلها، وكل ما حركتها يخرج من فمها الغائض. أعزكم الله، وكل ما تمسح عنها يزيد أكثر وأكثر، فما كان منها إلا إنها وضعت في فمها قطعة قماش ليتوقف عن الخروج حتى تستطيع أن تكمل تغسيلها. وبعد أن أكملت وحاولت أن تغطيها بكفن، لكن الكفن لم يكفيها، فطلبت كفن ثاني كي تستطيع إكمال تكفينها. وبعد أن أكملت خرجت وتكلمت مع أحد أهل بيتها، فقالت لهم: احضروا لي أقرب إنسان لها وكان معها في كل أوقات حياتها أو يعرفها عن قرب. قالوا لها: صديقتها فلانة، إنها تنتظر خارجا. قالت: ائتوني بها حالا. جاءت صديقتها فسألتها المغسلة: صدقيني القول، ما حال صديقتك في الدنيا قبل أن تموت؟ قالت صديقتها: ما لا يصدقه العقل. قالت لها: عادي مثلها مثل كل البنات في هذا الزمان. قالت لها: كيف عادي؟ لم أفهم. أريدك أن تخبريني كيف كانت علاقتها بالله ومع الناس وأهلها ولباسها وحالها عموما. ردت صديقتها وقالت: كانت بنت جميلة تحب اللباس وتشتري أحلى أنواع اللباس، بنطلونات ضيقت إلى آخره، وكانت تشتري أغلى أنواع العطور والروائح. كانت دائما تحب أن تكون رائحتها حلوة وجميلة خارجا، لكن عيبها الوحيد كانت لا تحب أن ترى أحدهم أفضل وأحسن منها. كانت تنقل كلاما بين الناس وتوقع بينهم أو تتكلم عنهم وتقول عنهم أمور ليست موجودة من الأساس، وتكذب حتى لا يكونوا أحسن منها. وكانت لو تقوم إحداهم بنصيحتها تقول لها: الإيمان في القلب. فهناك أناس كالشيوخ يرتدون أقمصة، وبنات ملتزمات بالحجاب ويفعلون الكثير من المعاصي. تنهدت المغسلة تنهيدة ألم وقالت لها: الحقي نفسك وارجعي إلى طريق الله، فالعمر ليس مضمون. وبعد أن ذهبت صديقتها بقيت المغسلة تردد: اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا. تعطرت في محياها فأنتهى الله ريحتها وهي ميتة، واغتابت ونمت، فأخرج الله من فمها غائضا أخنز من ريح جسدها، وكانت كاسية عارية في محياها، فأبى الكفن أن يسترها في مماتها. اللهم أحسن خاتمتنا يا الله. فنحن مقبلون على موضة جديدة، لا ندري ماذا ستكون نهاية كل إنسان عند الله. اكتبوا في التعليقات: اللهم اغفر لنا يا رب.